محمد احمد طه، والدها يعمل محاسب في السعوديه. اللي حصل؟ يا حاج نعم. طالب بايه؟ طالب باعدام. طالب باعدام، وكان في حاجه اكثر من الاعدام يعدموه. واحد سرق بنتي من قدام بيتي، سرقها من قدام بيتي وخدها في الشارع بتاعه، شاهد عليه ابن عمه، تدرجها ودخلها جوا بيته وقتلها وخنقها بهدومها، خلعها واعتدى عليها وكسر دماغها بالحجاره. ما عملتلوش اي حاجه. اديله كل شيء، كل شيء يطلبه، اي حاجه يطلبها بديها له. مشاهدين جيران يسالوا من اهلهم، جيران الناس واقفه من جيرانهم. ما عملتش اي خطا معاه ابدا، اي خطا معاه، كل شيء بدهم. يستدرجوها، ياخذ بنتي 4 سنين، 4 سنين و10 شهور لحد 23/3/2014. استدرجها بعد المغرب بالمغرب من قدام بيتي رازق في بيتي. اتفضل. انا بقول له ايه؟ انا بقول له حضرتك تفرح. في واحد بيموت مثلا كمجرم او كبلطجي، ده ما بيحتسبش عند ربنا شهيد. اللي بيعملوا كده، اللي عملوا كده في بنته ده، دول هم دول اللي مش هيروحوا الجنه، استحاله يشوفوا الجنه، لان دي تفرح. والاطفال بيقولوا ايه؟ الاطفال احباب الله، صح ولا لا؟ حضرتك المحامي بتاعها؟ نعم يا فندم. انا من النهارده انت حضرتك من الجوع؟ ماشي. هذا الراجل انا اعرفه شخصيا واعرف صورته، انسان محترم جدا. هتطالب الطفله دي شكلها عامل ازاي؟